طيب تتوقع كده ممكن تاكل ايه 100 جنيه في المنشيه؟ طبعا يا جدعان المنشيه معروفه ان هي مليانه مطاعم وحاجات تانية كتير، بس هو مكان واحد بس اللي بحب اكل من عنده هنا، وهو مطعم الجمهوريه. يا جدعان مكرونه فرن ساده ب 20 جنيه ومكرونه فرن بالمفروم 30 جنيه. اقول لكم المكان ده لقطه. واول حاجه يا جدعان استلمناها، والاول مره من ساعه ما بدات التحدي ده ان انا ابقى جايب الغدا ومتبقي معايا 70 جنيه بحاله. فوسط يا جدعان محلات الهدوم الكتير قوي دي في مكان كنز بيعمل شويه رز بلبن، والمكان ده هو جيلاتي فهمي. وكده تاني حاجه استلمناها فاضل معانا المشروب و22 جنيه بحالهم. واشهر مكان بيعمل عصير في المنشيه يا جدعان هو عصير زمزم. شكرا. كل حاجه استلمناها ومتبقي معانا 2 جنيه كمان، فيلا بينا بقى نطلع البحر نجربه. ونبدا اول حاجه بقى بالمكرونه البشاميل ام 30 جنيه. الله بذمتك دي ب 30 جنيه؟ العب. والله لسه محافظه على الطعم الجميل بتاع زمان. بص هي بتبقى المكرونه البشاميل بتاعتهم معجنه سيكه وما فيهاش صوص البشاميل اللي هو بتاع البيوت، بس هي بتلعب كده في حته مكرونه بشاميل طعمها حلو قوي. فنخش بقى ايه على كوبايه العصير المانجا ام 20 جنيه دي. سقطها. بس هي تقيله قوي قوي الصراحه. ومنعشه قوي، ساعه قوي، وفيها قطع مانجا. واخر حاجه بقى معانا وهي التحليه من جيلاتي فهمي، وده طبق رز بلبن مكسرات ب 48 جنيه. كميه المكسرات المحطوطه العب. تحفه. رز بلبن 10 على 10 بالمكسرات بقى 15 من 10. عارفه اصلا بيبقى في منه كمان رز بلبن مكسرات ايس كريم، فده ممكن نبقى نعمل له فيديو لوحده.